الزمالك اليوم يواجه سيراميكا كليوباترا وطاقم تحكيم بقياده محمود بسيوني، ويواجه ايضا اتحاد الكوره. مباراة مشبوهة ومشمومة في كل شيء، ما عنديش تعقيب تاني الحقيقة غير ان المباراة دي مباراة مشبوهة في توقيتها وفي اختيارها وفي قراراتها وفي التحكيم وفي كل شيء. فضيحة والله، فضيحة فضيحة. انا والله علق فضيحة. ربنا هو لا اله الا الله، ربنا هو لا اله الا الله، هو العدل. فضيحة ربنا هو مش بالعافية اصلا، ويمكرون هي مش بالعافية. خلاص يا اخي، هو مش سيراميكا كليوباترا يخش دور الثمانية بالعافية، هي مش بالعافية، هي مش فوضى. القدر ينصف الزمالك. ايه الاستهتار ده في محمود بسيوني؟ ايه الاستهتار بالكرة وبالجمهور وبالمنظومة دي؟ ايه الشبهة دي؟ القدر ينصف الزمالك رغم انف محمود بسيوني، واحد من اضعف الحكام في مصر ولا يستحق الشارة الدولية ابدا، واحد من اضعف الحكام في مصر ولا يستحق الشارة الدولية. القدر ينصف الزمالك رغم انف محمود بسيوني والكرة في العارضة. بص يا اخي، سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ركلة جزاء من وحي خيال محمود بسيوني، ركلة جزاء وتشعر انها احتسبت بالتليفون، ما احتسبتش بقناعة محمود بسيوني. وهنا العارضة تعارض سيراميكا اللي مريح